تعتقد أنه كل هذه التغييرات يعني محاولة لتصحيح مسار المنتخب السعودي في فترة قصيرة؟ هارد لك نسمعها من سنة، وأنا أعتقد كل المحاولات هذه لم تلامس الجرح الحقيقي أو المشكلة الحقيقية. يعني كلها هذه فقط أنا أسميها مسكنات، ذهب مانشيني وجاهر في رينارد، ما تغير شيء. للأمانة احنا نعاني من أزمة عناصر. أما مسألة المدرب، ترى لوبيز استلم المنتخب القطري قبل كأس آسيا بأسبوع وحقق معه بطولة كأس آسيا. وليد الركراكي استلم المنتخب المغربي كذلك في كأس العالم قبل المونديال بفترة بسيطة، وصل معهم المركز الرابع. مشكلة ما هي مشكلة مدرب، احنا مشكلة عندنا مشكلة عناصر. اللاعبين هذول لا يمكن أن يقدموا لك إضافة. يعني من يعني التصفيات، خلينا نقيسها بس في الفترة البسيطة بداية التصفيات، يعاني من عقم هجومي. جميع المهاجمين الموجودين يعني شاركوا ولم نسجل أي هدف. حتى يعني الهدف الذي سجل في مباراة البحرين من ركلة جزاء سجله صالح الشهري. فبالتالي عندنا أزمة عناصر. صراحة ما في لاعب يعني ممكن أنك تعتمد عليه مستقبلا أو تبني عليها المنتخب، باستثناء أنا أشوف مصعب الجوير هو الموهبة الوحيدة الحقيقية اللي يعني قادر أنه مثلا يعيد توهج اللاعب السعودي.